مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية. ما بين التحرير والعباسية هيدور حوارنا النهاردة علشان نحاول نفهم مع حضراتكم كل وجهات النظر والآراء اللي تم التعبير عنها النهاردة في الميدانين، لأن زي ما شفنا وتابعنا مع بداية اليوم النهاردة كل الأنظار كانت معلقة، الكل كان بيقلب ما بين قناة والتانية علشان يفهم أو يحاول يعرف إيه اللي بيحصل بالظبط، يقدر يكون موقفه أو وجهة نظره تجاه ما يحدث. معانا في الحياة اليوم برحب، اسمحوا لي أرحب بالسيدات أولا. اتفضلي فندم. طبعا أرحب بأستاذة غادة كامل، أهلا وسهلا بيكي يا أستاذة غادة. وبرحب كمان بدكتورة وفاء سعد، المنسق العام لحركة أنا المصري وعضو مكتب تنفيذي لحركة الأغلبية الصامتة، أهلا وسهلا بحضراتكم. دكتور هاني سري الدين، عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار، أهلا وسهلا بحضرتك. والمهندس حسام حازم، المنسق العام لحركة صوت الأغلبية الصامتة، أهلا وسهلا. يعني جرت العادة دايما بنعرف اليمين أو اليسار والجبهتين، لكن أنا حبيت أبتدي يعني كروكي برضه شويه. اهلا وسهلا بيكم. خلوني ابتدي لو اذنتولي. هنبعد عن نقاط الاختلاف ونتكلم على المشترك في البدايه. صحيح مش هنوصل لاتفاق، لكن املا للوصول لتوافق. خليني اقول ايه المشترك ما بينهم؟ اتفضل يا باشمهندس. أنا الحقيقة مش يعني هتكلم على بعض النقاط اللي أتصور أنها ممكن تبقى محل اتفاق بين جميع القوى السياسية ومعظم المواطنين. واحد، رفض العنف. اثنين، مما لا شك فيه، نقل السلطة إلى سلطة مدنية بطرق ديمقراطية. الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب بشكل سلمي. أيضا رفض استخدام العنف المفرط ضد المواطنين. أعتقد أيضا هناك ربما يكون نقط اتفاق خاصة بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وأيضا إحالة كل من خالف القانون وافتأت على حقوق الشعب لمحاكمات عادلة مدنية عادلة. أنا بعتقد أن هذه ممكن تكون نقاط الاتفاق الأساسية. يمكن بدأ في الفترة الأخيرة بعد الأحداث خاصة بمجلس الشعب أنه المسألة بدأت تأخذ منحنى خطير، لأنه بدأ أفراد القوات المسلحة يبقوا في وضع أو بسبب ما حدث في وضع خصومة أو في شكل أن هناك خصومة أو يعني نزاع، وأصبحنا بنشوف ما حدث في الفترة الأخيرة. وأنا في رأيي ده خطر شديد جدا على وضع الدولة وعلى يعني الظروف المحيطة بنا. ومن ثم هناك بعض القوى السياسية قالت من أهم النقاط المهمة في هذه المسألة الإسراع بنقل السلطة المدنية وانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن. وبدأ يبقى هناك طرح في أنه عملية الإسراع بعملية انتخابات رئاسة الجمهورية بشكل ديمقراطي أيضا، ولا ننتظر إلى يعني بعد انتخابات البرلمانية يبقى هناك يتم طرح انتخابات أو فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ومن ثم يبقى بعد كده بيبقى عندي برلمان، يبقى عندي رئيس جمهورية منتخب، ونبتدي العملية الأخرى، نستكمل العملية الأخرى بتكوين الجمعية التأسيسية والدستور إلى نهاية هذه المسألة. ومن ثم يبقى تم نقل السلطة بشكل سلمي وبشكل سريع. هناك أيضا طرح تم من بعض القوى السياسية في هذا الإطار أنه طيب ننقل السلطة بشكل يعني مؤقت وانتقالي لرئيس مجلس الشعب. أنا في رأيي أن هذا اقتراح من وجهة نظري له خطورته وغير مقبول، لأن هنرجع تاني لعملية الخلط. يعني حاليا المجلس العسكري في يده السلطة التشريعية، في يده السلطة التنفيذية. مش عاوز تاني بقى لما يجي رئيس مجلس الشعب أن أديله هو السلطة التنفيذية ونرجع تاني في عملية المزج بين وعدم الفصل بين السلطات. فأنا برى أنه هذه يعني دي يمكن نقطة خلافية بين القوى السياسية، وعملية الإسراع بنقل السلطة المدنية
في غير التاريخ اللي هو كان أعلن من قبل اللي هو في يونيو. ربما تكون دي نقطة خلاف بين بعض الناس. أنا في رأيي أن الإسراع بشكل ديمقراطي وبشكل سلمي مهم جدا، لأنه برضو يمكن بحكم الاهتمامي بالوضع الاقتصادي أحد النقاط الأساسية اللي أدت إلى أن احنا أصبح تصنيفنا الائتماني نزل عن الدولة زي ألبانيا ولبنان وفيتنام، أنه عدم الاستقرار السياسي، وجود 4 حكومات في فترة لا تقل عن 10، ووصفت هذه الحكومات بأنها حكومات غير مجدية وغير كفء، وما ترتب على ذلك أيضا من ضعف تدفقات الاستثمار والعملة الأجنبية وكل هذا. فأعتقد نقل السلطة المدنية مهمة جدا، تحقيق الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي في، يعني أنا بتصور أن دي ممكن تبقى نقاط الاتفاق إلى حد بعيد. طيب ده عظيم. مهندس حسام، متفق مع دكتور هاني في اللي قاله في نقاط الاتفاق، وخاصة يمكن أنا عايزة أتكلم في رفض العنف والإسراع بتسليم السلطة. طبعا أنا متفق مع، بسم الله الرحمن الرحيم، الأول متفق مع دكتور هاني في حاجات كتير من اللي هو قالها. الإسراع في نقل السلطة عن طريق الديمقراطية أو عن طريق الصندوق متفق معاه، بس أنا أخد فول ستوب وأعلق عليه. أوفر الاستقرار والهدوء عشان أقدر أعمل الإسراع. بمعنى ان انا ما ينفعش، احنا كنا يوم 25 نوفمبر في المليونيه بتاع العباسيه، وكنا على استعداد او كان عندنا الامكانيه ان احنا نعمل اعتصام ونعمل تظاهر، وقلنا ان احنا لا هنعمل اعتصام ولا هنعمل تظاهر عشان نوفر جو الاستقرار وجو الهدوء عشان الانتخابات تتم يوم 28. انا في العباسيه باثبت ان انا عايز الانتخابات، عايز الديمقراطيه، عايز الصندوق. الناحيه الثانيه ميدان التحرير كان موجود يوم 25 يوم الجمعه 25، وكمل الاعتصام وكمل المظاهرات، بمعنى ان الراجل دوت مش عايز استقرار، مش عايز هدوء، مش عايز الانتخابات تتم. فالفكره نفسها ان انا بنطالب والاسراع اذا كنا احنا متفقين يبقى الحل ان احنا كلنا نهدى، ندي الفرصه للمجلس ان هو ينفذ الانتخابات، تمام، حتى على الاقل ما وجدلوش ذريعه من منطقه. انا الراجل من الناحيه الثانيه بقول لك مش عايز اوجد له ذريعه ان هو يقول ان انا اعطل الانتخابات او اجل الانتخابات. يبقى التحرير يسيب المظاهرات ويسيب الاعتصامات ويوفر جو ومناخ هادئ عشان خاطر الانتخابات تتم. دي على فكره الاسراع. طب ممكن في النقطة دي بس مداخلة، لأنه إذا كان المنطق اللي بيتكلم بيه العباسية هو إن إحنا رافضين المظاهرات والاعتصامات وإنها بتعطل الاستقرار وكل الخطوات اللي إحنا عايزينها، كان في وجهة نظر بتقول إذا كان كده طيب ليه اللي في العباسية نزلوا وعملوا برضو مظاهرات وخدوا نفس الأسلوب أو يعني اتبعوا نفس الأسلوب اللي هم رافضينه في التحرير؟ والله احنا نزلنا العباسية لما وجدنا ان القوى السياسيه الموجوده دلوقتي على الساحه وكل النخبه يعني ما بينظروش الى الاغلبيه الشعب المصري نهائي، وكل القرارات بتبقى قرارات عن طريقهم هم بغض النظر عن رغبه الشعب المصري ايه. فاضطرينا ان احنا ننزل. احنا طبعا الناس زي ما بيقولوا احنا دعاة استقرار، وزي ما كانوا بيتريقوا علينا يقولوا ان احنا حزب الكنبه، واحنا ناس غير مسيسه او جزء كبير منا غير مسيس. طبعا في ناس كتيره منا بتعمل في العمل السياسي، بس الجزء الاكبر غير مسيس. فلما لقينا ان احنا صوتنا ده مهمش تماما وملوش اي وجود ولا يعتد بيه، لا بل كمان بيسرق ويسلب مننا ويفرض علينا. يعني احنا لما نزلنا في يوم 19 مارس وقلنا استفتينا وقلنا وطلعت النتيجه 77% ومقابل كذا، الاليات بتاعه الاستفتاء ده ما تمتش، وكل يوم بيطلع لنا آلية جديدة واسلوب جديد وقصة جديدة من اول وجديد. فاضطر الشعب طبعا تحت الضغط النفسي ده وتحت ان هو حاسس ان هو يعني الناس انتوا مالكوش لازمه، احنا اللي هنقرر لكم واحنا اللي هنختار لكم واحنا اللي هنحط لكم البلان اللي انتوا تمشوا عليه. فالشعب ضج، بالاضافه الى التداعيات اللي حصلت بعد الثوره من انهيار اقتصادي وتعب للناس في المعيشه. ده زائد ده خلاهم يضطروا ان هم ينزلوا. طيب انا هنقل مع حضرتك لنقطه ثانيه، لانه دكتوره وفاء، المظاهره اللي كانت في ميدان التحرير كان الغرض منها وكما هو واضح من اسمها حرائر مصر. أيوة.
شايفه حضرتك انه من حق الموجودين في ميدان التحرير يرفضوا الانتهاكات او الاعتداءات اللي حصلت على سيدات وناشطات مصريات؟ لانه انا هكلمك بشكل مباشر، يعني اذا كان اللي موجودين في العباسيه بيتكلموا على مساله نقل السلطه، هل برضو معترضين على او مؤيدين او شايفين ان العنف اللي حصل ضد البنات والسيدات والفيديوهات اللي احنا شفناها، رغم ان في حرب فيديوهات دلوقتي متبادله، لكن في النقطه دي ايه الموقف؟ ايه وجهه نظرك؟ بص حضرتك، هو الموقف بالنسبه ما حدش في الدنيا يقبل ان بنته او ابنه يتهان، بغض النظر عن ايه اللي بيحصل، لكن في حاجه اسمها لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. انا ما اروحش ارمي بنتي في النار. انا عندي بنات، انا بنتي قد غاده على فكره، ما يغركيش ان انا يعني بنتي قدك وخريجه جامعه برضه، وخريجه جامعه امريكيه وكل حاجه، لكن ما ارقيش بنفسي بالتهلكه. انا ما اروحش التحم مع رجال وبعدين اضطر يعني انا هتعرق غصب عني بقى، ما انا خلاص دخلت في المعركه وده بيشدني وده بيشدني. طبعا انا لا ابرر السلوك ده نهائي، هو سلوك فردي من شخص، وتم الاعتذار عن هذا السلوك من المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ومن المؤسسه كلها اعتذرت يعني عن ان الشخص قام بهذا العمل. لكن العنف مرفوض، السحل مرفوض، الاهانه مرفوضه، لان كرامه الانسان اللي ما عندوش كرامه مش هيقدر يدافع عن بلده بعد كده. وده ينطبق على الجندي برضه. انا لما انزل اهين الجندي المصري واشتمه واتطاول عليه، فانا بحطم معنوياته يعني بلعب على نفسيته. ازاي الجندي ده بعد كده هيدافع عني اذا كنت انا اللي بهينه؟ طيب اروح بقى هنا لغاده، لان انت واحده من حرائر مصر، خليني اقول، اللي تمت الدعوه لمليونات النهارده بسببك وسبب بنات كتير اتعرضوا للعنف. فردك ايه على كلام دكتور وفاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول لو جينا نتابع كده السي في بتاع المجلس العسكري من بعد التنحي اللي بسميه التنحي الكاذب للمخلوع، هنيجي نشوف ان هو في كل حادثه او في كل موقعه من مواقعه العظيمه هو اللي بيجر زي ما بيقولوا شكل الشعب. يعني هو احنا ما بنروحش لحد شكل الشعب. معلش، يعني انا ما بروحش لحد عنده وبقول له لو سمحت ضربني بالرصاص. ما بروحش لحد عنده واقول له لو سمحت ايه. يعني المفروض ان احنا عندنا ماده في الدستور بتكفل ان الانسان ممكن مجموعه من الناس تعتصم اعتصام سلمي لان لها مطالب معينه. يعني ما دام الاعتصام سلمي مش من حقه انه يتعدى عليا، مش من حقه انه يخطف حد ويعذبه ويرجع يرميهولي. تمام. يبقى احنا كده نراجع كده ورا، نراجع من كشف العذريه، نراجع لمسبيرو، نراجع لموقعات العباسيه، ما شاء الله مواقعه عظيمه. يعني نراجع احداث مسرح البالون، نراجع لمحمد محمود. ولما ما يقعد جزء من الشعب ايا ما كان، احنا دلوقتي مش بنجزأ الشعب، انت في شعب وارض واحده. لما جزء من الشعب يكون في منه جارك او اختك او اخوكي مهما كان اختلاف الراي بينكم، يضرب شعب 4 ايام متواصله، وانا كنت في الصف الاول في محمد محمود، 4 ايام متواصله بالغاز، بالرصاص، في حي ضرب، خرطوش مطاطي، في ناس فقدت نور عينيها، في ناس جالها عاهه مستديمه، في ناس توفت قدامي. يعني كل ده انت بتشحن الجهه الثانيه. فانت عندك سياسه ما متبعه، انا مش فاهمه انت ليه ماشي فيها. النهج ده ماشي بقاله فتره، ان انا اجي استفزك فافضل اضرب معاك، وفي الاخر اهدي وقت ما انا عايز وما اناش عارف، وانت مش عارف برضو انا بعمل كده ليه. طيب ما تقولي لنا، يعني لما دكتوره وفاء كانت اتكلمت، ودي برضو اراء سمعناها في الفتره اللي فاتت بعد الفيديو الشهير ده، انه ليه البنات تنزل وتعرض نفسها للعنف، وليه البنات نزلت العباسيه؟ احنا ما كانش في عنف يا غاده، واحنا ما كناش نازلين مخونين. لا يا غاده، لان المفروض انت بتتكلمي دلوقتي عن احنا لو بقول لك احنا لو ضربت قنبله غاز يعني او حصل اي مشكله، الستات على طول بيمشوا. خلاص والله ممكن يكون بقى ده منهج محمد حسان. انا ماليش دعوه. لا مش منهج محمد حسان. يعني انا بنزل الاتوبيس، وسط رجاله، بشتغل وسط رجاله. الحمد لله انا ب 100 راجل، شايله نفسي، بمشي في الشارع محدش يقدر يقرب مني. احنا في مجتمع اعتقد ان المراه فيه والبنات كان ليهم دور كبير قوي في بدايه طبعا السنة. انا واحده من الناس، انا دكتوره عالجت ناس، شلت، انا شوفي انا واحده ست، انا شلت رجاله مصابين على ظهري وفي ناس تشهد بده. ده دورك يا غاده، بس ده دورك، ده هو ده اللي انت بتعرفي الرسول عليه الصلاه والسلام. بعد اذنك عليه الصلاه والسلام، بس بعد كلامك. انا لما ضربت ليه؟ لان هما كانوا ماسكين دكتوره من شعرها،
فين بقى هنا لا بقى ماسكين انسانه من شعرها مالش انا ما كنتش اعرف يمين على فكره. بغض النظر انا ما عن كنتش اعرف دكتوره او يمين. مش دكتوره. انا ما كنتش اعرف يمين، هم كانوا ماسكينها، واحد ماسكها من شعرها و10 تقريبا بيضربوا فيها. فطبعا انا ما تمالكتش نفسي، وكان ممكن اجري وما كنتش اتضرب.